ازيكم يا جماعه؟ اخيرا لقيت ركنه. اخيرا عمال امشي من اول المدينه لغايه اخرها الاقي ركنه، الا الاقي ركنه مش لاقي خالص. كله خلاص. حبكت خروج النهارده هاندورف. حبكت اليوم اللي محمد يخرجوا فيه خروج هاندورف. يا جماعه وصلنا هاندورف النهارده. هيكون يوم مميز ان شاء الله. ده اول مكان وصلت له. دي كنيسه يا جماعه، ممكن نطلعها كده مع بعض. وانا ما زي ما انتم شايفين الكنيسه شكلها بصراحه جامد جدا على الحقيقه. الكنيسه دي على فكره اتبنت في اخر القرن 19 او اوائل القرن 20. هاندورف هو على فكره اللي اسس المدينه دي اصلا كلها، وهو اللي اسس برضه الكنيسه دي اتعملت عشان يحفظ التراث البروتستانتي، لان اصلا الجماعه المسيحيين جم من مدريد بروسيا وبعدين استوطنوا هنا في هاندورف. هاندورف هي مدينه المانيه اصلا. بعد الحرب العالميه الثانيه طبعا كل النازحين بقى سافروا على بلاد كتير، ده راح هنا وده راح هنا وده راح هنا. البروتستانت من مدينه بروسيا هم اللي جم هنا هاندورف عشان يحافظوا على التراث، الكنيسه البروتستانتيه والكلام ده كله. فهي بنت في اواخر القرن اوائل القرن العشرين، بس هي بصراحه تحفه يعني. تحس ان هي مبنيه من زمان بصراحه. لا شكلها قديم بس هي شكلها حلو جدا، شكلها تحفه بصراحه. كنت عايز ادخلها ولكن تقريبا مفيش فرصه لانها قافله النهارده يوم الاحد، فممكن ندخلها يوم تاني بقى. بس هي جميله جدا بصراحه. انا مستمتع بشكلها على الحقيقه يعني. يلا بينا نروح على المكان. دي كلها على فكره بيوت جديده، شكلها تحس ان هي بيوت جديده مش قديمه يعني. باين على المعمار والدهان ان هي حتى بيوت جديده، مش باين عليها ان هي قديمه خالص يعني. في هنا طبعا بيوت جديده قديمه كتير جدا، مبنيه من زمان جدا، من ساعه ما هم اصلا جم هنا من المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه. ده مكان بتعبر عن التراث الالماني الهاندورفي انا مش عارف الحاجات دي بصراحه يعني. انا اكيد طبعا مش هجيب منها ولا اي حاجه يعني، بس لان أنا ما عنديش اي اهتمام بالحاجات دي خالص. ولكن شكلها لطيف يعني. هنا مكتوب ايه؟ فيش ايجل وذ وون $50 بدل 95، يا بلاش. هنا في سنافير ولا مش عارف ايه دولت. انا عشان ركنت في اخر المدينه خالص فبدخل لسه على محلات يعني. انا كنت في حته فاضيه واخد وقت على الحته مليانه. نشوف بقى محلات الحاجات دي كلها. ده محل ده بص يا جماعه، اعلام المانيا كلها في كل حته. ده محل انا عارف المحل ده. ده العسكري الالماني اللي بيحمي المنطقه هنا. هو ده المحل يا جماعه. انا قاعد قدامه دلوقتي، في قاعده كده قاعده قدامه يعني، قلت اقعد فيها. هو ده المدخل اهو. في العسكري ده بس ماليش حاجه يعني، ماليش ما ينفعش تقعد ولا حاجه، فممكن اقعد عادي شويه. بس المدينه حلوه النهارده. الدنيا رايقه وفي شمس. لو انتم شايفين الشمس جايه عليا اصلا يعني. كنتش اتوقع كده. معايا نضاره شمس بس انا مش هلبسها. بحب كده اكون بعيد، مش عارف ليه. بحب اعمل اي كونتاكت مع الناس، يبقى الموضوع الطف يعني. هدخل المحل وافرجكم عليه. Hello, how's it going? Alright. ده بكام ده؟ $210. ده يا جماعة $210. لو حد عايز يشتري يقول لي، ممكن ان وانا نازل مصر قريب اديها له. ودي بكام؟ مش عارف، مش مكتوب عليها سعر. دي كده ودي هنا. مش عارف السعر ده بتاع ده ولا ده، بس اعتقد ده بتاع ده. وده يبقى ده يبقى دي بتاع دي. $240. هنا بقى الانتيكات بقى، الحاجات الجميله اللي الناس بتحبها، ده انا مش هشتريها اكيد في بقى الحاجات اللي هي بتاعت البيره والكلام ده، استغفر الله العظيم يا رب، ماليش دعوه بالكلام ده. الاثنين $40 يا جماعه. لو حد بيشرب بيبسي كولا ولا مثلا سينا كولا، انا ممكن ابعتها له عادي. كوبايات مكتوب عليها هاندورف اهي. حلوه دي والله. بتاع ده تقريبا اعتقد بيلعب، مش عارف
بيلعب ازاي، بس هو اعتقد لازم يتشد من تحت اعتقد. Excuse me, I just wanna ask you a question. Can I check it out? Is that alright? Yeah. Alright, okay, thanks. سألتها يا جماعة ممكن نلمسها ولا لأ؟ قالت لي اوكي. هي دي. هي ما بتعملش حاجة يعني. هي عادي جدا، ولا بتعمل صوت ولا أي حاجة، فممكن أرجعها مكانها بقى. كله بقى هنا قاعد إيه؟ بياكل. Hi, how's it going? Even alright? I'm not gonna eat today, so you know, maybe next time. Oh my god, like, no, really. Because that's what we picture it as. Oh, really? All right. You know, after what you said to me right now, I just want to correct all of your impression about Egypt. One day when you're gonna go there, I'm gonna actually hosting you in there, okay? Don't forget it, okay? What's your name, by the way? قلت اصوركم نفسي كده وانا قاعد بقى شويه كده على الكرسي. بصراحه القعده هنا حلوه بصراحه ومريحه، والناس ايه قاعده رايحه جايه، جو جميل بصراحه. البس نضاره شويه كده. البنت كانت عايزه تاخد الكاميرا بس يبقى ابوها قال لها الواد ده بيصور. وبعدين قاعد ان هو حاسس ان هو مش قاعد في استراليا بصراحه. هيبقى الكاميرا هيبقى مش هيبقى هنا. انا تقريبا قاعد في محل بتاع لبس وكده، بس انا ايه قلت اريح شويه كده. انا مش تعبان بس يعني ايه فاهم، يعني تقعد شويه كده تشوف الناس وهي رايحه جايه، برضو الموضوع بيبقى لطيف يعني. هنا برضو المدينه هنا فيها ناس يعني وشها مختلفه، يعني انا عندي هنا مش زي ادليد تقريبا بعيد عن هنا حوالي 40 كيلو. الناس هنا شكلها مختلف شويه. حلو كده، تعالى بقى ايه نكمل مشي بقى ونطلع قدام شويه.
الناس اللي بتحب بقى الالواح والرسومات وكده. هو الموضوع هيكون ممل بالنسبه لي شويه، بس اهو نتفرج. سلام. بص يا جماعه البنت دي والله رسومات عالميه دي، تتباع لمغفلين دي ملايين دي. يا لهوي والله حاجات جميله جدا. دي شكلها خرافه دي، ولا دي شكلها حلو قوي دي، ولا دي شكلها تحفه. مكتوب هنا no photos please. اوكي بصراحه انا من ساعه ما شفت نو فوتوغرافي فطلعت على طول، احترمت نفسي يعني، عشان ايه الواحد ما يكسفش نفسه بتاع. بس اهو بصراحه كانت رسومات جامده جدا يعني. انا مش عارف ليه في محلات هنا كتير يعني مش عايزين لا صور ولا فيديوهات. طب الواحد يعمل ايه؟ مش فاهم يعني صور المكان ازاي ونعرفه للناس ازاي؟ مش فاهم انا يعني، حاجه غريبه. Tell me, for how long you been doing it for? Like 3 years. 3 years. Wow. All right. So you come here every day? Yeah. Really? Wow. All right. No, not every day. No, every day? Yeah, most weekends. Oh, all right. Yeah, just Saturday and Sunday. Yeah. Yeah, because most of the crowd just like come here on Sunday and Saturday. So you originally German? No. Okay. You're also like originally Australian. Yeah. Well, all right. Wow. You do a great job. You do a great job. I like your work. Have a good day. Thanks. انا مزنوق جدا فهروح الحمام بقى في الاوتيل اللي جنبي ده، وبعدين بقى نطلع ناخد كوفي في حته حلوه قوي هتعجبكم جدا. كوفي مختلف، انا عمري ما خدته الصراحه في حياتي يعني، فاطلع الحمام ونرجع تاني. طالعين بقى على ايه؟ على الكافيه اللي انا قلت لكم عليه ده. المفروض نوتهم فيه قهوه مميزه جدا يعني، بيعملوا القهوه كده ايه، ممكن تحطها على كون من البسكوت يعني، كوبايه من البسكوت مش كوبايه عاديه. فنخش بقى نشوفه كده ونشوف ايه النظام هناك. الكافيه هنا حلو قوي بصراحه. عاملين بقى ايه الكوبايه اللي قلت لكم عليها دي، يعني دي ممكن تتاكل على فكره يعني. انا بعد ما اخلص القهوه دي هاكلها، مش هرميها خالص، ما بتشميش دي. الفلوس دي حضرتك بتاع جايبها من الفرنه. باتيه بالقرفه. لا ده هي كرواسون عادي بالقرفه ومحشيه برضو حاجه بالقرفه تقريبا. طيب. Excuse me, could you please pass me 2 sweeteners? 2 sweeteners? Have you got a sachet for sweeteners? Or? We just have sugar or honey. Oh yeah, just maybe 2 sugars will be right. Yeah. المدينة هنا بقى اتبنت 1836. المدينة أصلا هي مدينة ألمانية زي ما قلت لكم. بعد الحرب العالمية الثانية النازحين من المدينة دي تبع الديانة دي بالتحديد هم كانوا بيواجهوا اضطهاد ديني في بروسيا. فعندكم بقى هاندورف بقى، مستر هاندورف بقى راح عمل ايه؟ ده بقى هو القائد بقى بتاع البروتستانت الألمان. راح جمع كل النازحين وعمل هاندورف بقى اللي جوه ادلي اللي هو جوه استراليا. هي حتى الكنيسه اللي انا وريتها لكم اسمها لوثرين تقريبا، هاندورف هو اللي بناها برضه. انا ما دخلتهاش لان تقريبا مش مفتوحه يعني. بس هو عيب المدينه هنا ان هي بعيد تقريبا
هنا يا جماعه داخلين بايونير ميموريال جاردن. هي تقريبا تبع الكابتن ده ديرك مينريتس هاهن من 1804 ل 1860 عشان تخلد ذكراه في هاندورف. دي يا جماعه تم التبرع بيها بحد كده برجر اسم الماني كده اوتو سامس ولا سامس مش عارف اسمه ايه، ومراته انا. وبعدين تم الافتتاح 1982. هو ده الراجل، هو شكله يعني عادي، راجل قديم عنده سوالف طويل زي ما انتم شايفين ودانه كبيره، راجل تمانيني جدا. Can I touch him one more time? Is that right? No, thank you. Oh, thank you. Is he a bit shy from strangers or? He wants to go home. Oh right, yeah, he had a long working day, isn't it? He's ready to go home, mate. We're going to take him home right now. All right, okay. He's had enough. Yeah, I know. Had enough touches, eh? Yeah, he just wants to go home, mate. Oh yeah, that's right. No worries. ده الاوتيل الخاص بالمنطقة، يعني ده أكبر أوتيل يعتبر. أوتيل جامد، شكله قديم زي ما انتم شايفين كده. في عادات بره، كراسي ومطعم كافيه برضو جوه. شكله جميل جدا، قديم، مبني من زمان قوي. الاوتيل ده يشرب حاجه، في باند ساعات بتعمل موسيقى اغاني حاجات زي كده يعني. كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو بتاعتنا في مدينه هاندورف في ادليد. اتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وزرار الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله قريب جدا. واي حد عنده كومنت او سؤال او اي فكره فيديو حابب اعملها له في مدينه ادليد في استراليا يبعت لي على طول. اتمنى ان شاء الله يكون يومكم سعيد واشوفكم قريب ان شاء الله.